دايما في إجماع على الحواوشي البلدي. كلنا بنحب الحواوشي البلدي، وكلنا بنبقى كده فاكرين إن ليه طعم مميز بره استحالة يتعمل في البيت. بس الحقيقة إن احنا لو عملناه بمكونات معينة هيطلع كمان أحلى من بره ويتفوق عليه بمراحل. عشان كده تابعي معايا الفيديو، بس قبل أي حاجة اعملي لي لايك للفيديو ده، وشير لو عجبك الفيديو، وسبسكرايب لو أول مرة بتشوفي الفيديو ده. قبل أي حاجة لازم نتفق إن الحواوشي بتاع برّه وأي حواوشي بيبقى محتاج نسبة دهون كبيرة، يعني مثلًا معاكِ لحد 30% دهون، يعني مثلًا لو أنتِ معاكِ 700 جرام لحمة مفرومة هتحتاجي عليهم 300 جرام دهون، سواء بقى ليا ضاني طبعًا بتدّي طعم حلو جدًا، أو سواء دهون اللي هي البوش أو الدوش زي ما بيقولوا عليها. تعالي بقى نبدأ الفيديو ونشوف باقي المكونات. المهم إن إحنا عرفنا إن الأساس لازم اللحمة تبقى فيها نسبة دهون كويسة. تعالوا بقى نبدأ الفيديو ونشوف كمان هنحتاج إيه عشان تعملوا أحلى حواوشي. من الحاجات المهمة برضو اللي لازم نتفق عليها إن عشان تعملي كيلو لحمة مفرومة حواوشي هيحتاج قدامه كيلو بصل. فأنا هنا حطيت 700 جرام لحمة مفرومة، حطيت عليهم 700 جرام بصل، ما يعادل من 3 ل4 بصلات كبار على حسب حجم البصل اللي عندك. يعني البصل بيبقى على قد اللحمة المفرومة بالظبط نفس الوزن. كمان حطيت قرنين فلفل أخضر، تمام، وحطيت بشر واحدة طماطم كبيرة بتدي طعم حلو جدا للحواوشي. كمان معانا كيس خلطة الحواوشي بتاع ماجي، ده أفضل بهارات بحبها هي بتاعت ماجي، بتدي طعم حلو جدا. هاجيب بقى اللحمة أنزّل عليها البصل، اللي إحنا قُلنا إن البصل بيبقى نفس وزن اللحمة، خلاص، وبعدين هاحط عليه الفلفل الأخضر، وبعدين هاحط عليه عصير واحدة الطماطم الكبيرة، وبعدين هاحط عليه كيس بهارات ماجي، تمام. لو أنتِ ما فيش عندِك طبعًا ماجي تقدري بقى تحطي معلقة توم بودرة كبيرة، معلقة بصل بودرة، ومعلقة بهارات لحمة. طبعًا أنا هنا حطيت معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة كبيرة بهارات لحمة. وهابدأ إن أنا أعجنهم كده كلّهم في بعض لحد ما يبقى خليط متماسك. وفي كمان كده ترِكّة هنا لازم أقول لِك عليها عشان تطلع زي المحلات، عشان اللحمة ما تكشّش. معلقة صغيّرة من الbaking powder هتخلّي الحواوشي بتاعِك زي برّه وزي المحلات ما يكشّش خالص ويبقى طبقة كده تخينة معاكِ. هاعجنهم بقى كده مع بعض كويس أوي، وبعدين هادخّلهم التلاجة يرتاحوا مثلًا من ربع لنُص ساعة قبل ما أدخّلهم الفرن. في الوقت ده بقى هاكون طبعًا محضّرة العيش بتاعي سواء أسود أو أبيض أو أنتِ عاجناه في البيت، ما فيش أي مشكلة خالص. أنا هنا العيش ده عيش حواوشي أبيض زي ما أنتم شايفين وتخين كده شوية من جوّه، أنا باحب ده، لمّا الدهون بتنزل عليه بيبقى زي بتاع برّه بالضبط، وغالبًا ده العيش اللي بيستخدموه أصلًا في كل المطاعم. هافتحه بقى كده بمقص يكون حامي بحيث ما يتبهدلش معانا، لإن العيش بيبقى طري جدًا. العيش ده كمان فريش أوي تحفة، زي ما أنتم شايفين كده. هابدأ بقى آخد كده كورة لحمة وأحطها معايا في العيش وأفردها كده وأبططها بإيدي وأفردها من جوه لحد الأطراف بحيث الرغيف يتوزع فيه اللحمة بشكل كويس جدا زي ما هتشوفوا كده بالظبط. ببدأ أفرد كده بالراحة من جوه لبره، بحيث ما اخليش مثلا حتة تخينة وحتة رفيعة، بحيث يبقى السمك كل واحد وأتأكد إن السمك واحد، بحيث رغيف الحواوشي يكون شكله كده حلو ومتناسق، ما يكونش حتة عالية وحتة واطية. المهم إنه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. اديني خلاص كده خلصت أول واحد، طبعا هحطه في صينية لحد ما أكمّل الباقي. وده شكل أول رغيف حواوشي خلّصته معاكم. هاعمل كده واحد تاني وهاورّيكم بيتعمل إزاي برضه بس بشكل سريع، لإن أنتم خلاص الموضوع ما فيش فيه حاجة يعني، بس باحب دايمًا في أي حاجة باعملها أعمل معاكم واحدة والتانية، بحيث خلاص تعرفوا الدنيا ماشية إزاي. بس هنا خلاص أنا طبعًا سرّعت لإن أنتم أكيد كلّكم بتعرفوا تحطّوا اللحمة في الحواوشي يعني، مش صنعة هي. بس خلاص أنا كده برضه خلّصت واحد تاني، وهاورّيكم بقى لو إحنا عايزين مثلًا نعمل كام واحد كده بالشطة نعمل إيه. طبعًا ده كان بارد، فإحنا في مننا بيحب الشطة، فباعمل إيه، باجيب هريسة الشطة اللي أنا كنت عاملاها معاكم في فيديو قبل كده. هريسة الشطة دي من الحاجات اللي أنا قُلت لكم كتير غالبًا يعني في كل فيديو، سواء فراخ مشوية، حواوشي، كبدة اسكندراني، باقول لكم عليها. الشطة دي أو الدقة دي أو الهريسة أنا باستخدمها في حاجات كتيرة جدًا، من أهمها برضه الحواوشي بتدّي طعم تحفة زي المحلات.
طبعًا هاسيب لكم طبعًا اللينك تحت في الdescription box أو في صندوق الوصف، بس هنا أنا خدت منها معلقتين وخدت كده قطعتين لحمة حطيتهم وعجنتهم كويس جدًا. مش قادرة أقول لكم يا جماعة بجد الهريسة دي بتودّي الحواوشي في حتة تانية خالص يعني. المهم برضه هاخد كورة هو كده خلاص بقى حامي، أنا ما رضيتش أحط الهريسة يعني على كمية اللحمة كلها، بحيث يبقى بارد نعرف ناكله في أي وقت. حطيت بقى العيش بتاعي في صينية مدهونة زيت ودهنت الوش زيت، ودي حاجة مهمة جدًا، بحيث الوش ما يبقاش ناشف وفي نفس الوقت ياخد قرمشة كويسة. هادخّلها الفرن على درجة حرارة 200 وكل 10 دقايق هاقلّبها على الوش التاني لحد ما ياخد لون ويستوي، هو مش بياخد تِلت ساعة على بعضها. هنا الحواوشي بتاعنا بعد ما خلص زي ما أنتم شايفين وهمي، مقرمش جدًا، طبقة اللحمة فيه كويسة جدًا، ما كشِّتش ولا مِلِّ ولا مِلِّ، زي ما أنتم شايفين كده تحفة. وطبعًا بقى سلطة طحينة، بطاطس محمرة، مخلِّل، أي نوع تحبوه، أي مقبلات جنبها تنفع. وعايزة أقول لكم إن بدون مبالغة أنا النهارده كنت لسه باقول إنه أحلى حواوشي أنا كلته في حياتي، غير أي مش لأ بجد يا جماعة مش عشان أنا اللي عاملاه، لأ التتبيلة دي سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت وهمية، أحلى من أحلى محل أنتم بتجيبوا منه حواوشي. جربوها وعلى ضمانتي مش هتاخد منكم وقت خالص، حواوشي من الحاجات اللي مش بتاخد وقت وفي نفس الوقت أكلة لذيذة كده وخفيفة، استمتعوا بيها واعملوها. وعايزة أقول لكم إنها من الحاجات اللي باحسها بتدفي في الشتا مش عارفة إزاي، يمكن عشان يعني غالبًا ما تكون من المخبوزات يعني. بس عامةً جربوها وقولوا لي رأيكم تحت في التعليقات، ومستنية بقى كلامكم الحلو دايمًا اللي بيشجعني. باحبكم أوي، استنوني في فيديو جديد واعملوا لايك للفيديو ده please 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 اعملوا لايك للفيديو ده وshare لو أنتم تقدروا، وباحبكم أوي استنوني في فيديو جديد. مع السلامة.